نظم يوم الخميس 5 مارس من العام الجاري المكتب الإقليمي لكل من النقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية هذا الصباح أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجرسيم. النقابات الثلاث استنكرت وبشدة الأوضاع الصحية المتدهورة في الإقليم وعبرت عن سخطها التام من هذا الوضع المزري، حيث يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات الصحية، وذلك راجع حسب تصريح هذه النقابات إلى نقص حاد في التجهيزات الطبية وغياب الأطر الكافية لسد الخصاص المهول داخل المراكز الصحية بالإقليم ومعاناتهم المشتركة مع المواطنين. وفي نفس الوقت سجلت النقابات رفضها التام لكل التصرفات غير الأخلاقية التي يتعرض لها الأطباء والممرضون من سب وشتم، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى مشادات بالأيادي. المواطنون بدورهم يتساءلون عن انعدام التخصصات داخل ما يسمى بالمستشفى الإقليمي الجرسيم، ودائما نفس الأسطوانة يسمعها المرضى وزوار هذا المركز خاصة تمشيل زازا. واستنكر المواطنون والمواطنات أسلوب تعامل إدارة مراكز الصحة بجرسيم، وفي نفس الوقت أعلنوا عن تضامنهم التام مع الشغيلة الصحية ورفضهم لكل ما يسيء إليهم أثناء أداء واجبهم الوطني.